هو انت مفكره ان انت لما تقعدي تعيبي على عيالي وتشمتي فيهم انا يعني هزعل او هتضايق او هشتغل او اتحط خالص والله؟ بس بجد انا جايه اقول لك نصيحه النهارده في الفيديو ده. اتعلمي تمسكي لسانك وتعلمي لسانك ده ما ينطقش غير الكلمه الحلوه. لقيت كومنت واحده كاتبه لي بتتريق على بنتي وبتعيب عليها، بنتي الكبيره، وتقول لي بنتك بقت عامله زي القلم الرصاص، بنتك عندها سوء تغذيه، عيالك ما بياكلوش، عيالك ما بيشربوش، مش عارف ايه كلام كده ملوش لازمه. يعني تحس ان اللي بتتكلم دي يعني ايه، ما شاء الله كامله، الكمال لله وحده. احنا ما شفناكيش، ما شفناش شكلك، ما شفناكيش انت عامله ازاي، هل انت جسمك مثالي، هل انت شكلك مثالي؟ ما اعتقدش، ما فيش حد كده اصلا. ماشي. كلنا عندنا عيوب، وبعد كده فيها ايه يعني لما يكون عيالي رفيعين؟ هو يعني تركيبهم وتكوينهم الجسماني كده، احنا سبحان الله حاجه مش بتاعتنا، يعني حاجه مش بايدينا. هم كده، هم رفيعين، ملهاش علاقه بالاكل ولا بالشرب ولا الكلام ده. عيب لما تقولي لي حاجه زي كده، بجد عيب. يعني ما فيش حد يعني ما بياكلش، الناس كلها بتاكل، الناس كلها بتشرب، والناس كلها الخير في بيوتها. فلما تكتبي لي كلمه زي كده ملهاش لازمه يعني. حتى لو انت يا ستي ملكه جمال العالم بس لسانك وحش، يفيد بايه؟ يفيد بايه لما تكون انت فيكي كل المميزات اللي في الدنيا بس لسانك مش حلو؟ خلاص تغور المميزات ويغور شكلك ويغور كل حاجه. فاهمين قصدي ازاي؟ اهم حاجه اللسان يا جماعه، اهم حاجه اللسان. سيدنا معاذ بن جبل لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال له، سيدنا النبي قال له يعني سيدنا معاذ بيقول له انا عايز اخش الجنه او حاجه زي كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا معاذ امسك عليك هذا، وشاور على لسانه، امسك عليك هذا، امسك لسانك. فسيدنا معاذ قال له ايه ده يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما حصدت السنتنا؟ او يعني احنا ايه ده، هو احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده هنتحاسب عليه بالبلد يعني؟ فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه، سكلتك امك. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هو يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا معاذ؟ وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامه الا حصائد السنتهم؟ يعني يوم القيامه لساننا ده هو اللي هيودينا في داهيه. وش كده، خلي بالك من لسانك وخلي بالك من كلامك، والكلمه كده ما كانتش كلمه حلوه ما تقوليهاش. هتستفيدي ايه يعني؟ انت مفكره ان انت زعلتيني وضايقتيني؟ ابدا والله ما بزعلش وما بتضايقش، بالعكس انا عامله الفيديو ده علشان مصلحتك انت، مش انت بس، كل الناس اللي متابعاها ان هي تتنمر او ان هي تتريق على خلقه ربنا او تتريق على الناس. مش عارفه اقول لك ايه. بصي، كما تدين تدان، والايام دواره والدنيا دواره، واللي هتعيبي عليه اسالوني انا بقى، عشان في موقف حصل كده بس مش هحكيه طبعا، مش هحكي. في موقف حصل كده اترد، والله بجد بيترد، الحاجات دي بتترد. فامسكي لسانك وامسكي نفسك، والكلمه الطيبه صدقه، وما كانش عندك كلمه حلوه ما تتكلميش خالص، ابلعي لسانك كده واسكتي، ما تبليش الناس بلسانك. مش ناقصين يا ولاد، الجو حر والواحد والله العظيم ما ناقص، الواحد مش ناقص. يعني تخيلي بقى البت لو قرت الكلمه بتاعتك دي يعني هتزعل، وانا بصراحه ما بحبش ازعل عيالي. المهم طبعا احنا كلنا بناكل وبنشرب يا ولاد، مفيش حد بيموت من الجوع. اي نعم النهارده الفيديو بتاعي هنعمل اكل قرديحي، والكلام اللي انا بقوله ده مش مناسب للاكل اللي انا بعمله. كنت المفروض يعني الكلام ده يتقال كده في يوم عاملين فيه فراخ ولا لحمه ولا سمك، بس عادي يعني، انا ما بيهمنيش، انتوا عارفين انا ما بيهمنيش من حد. فزي ما انتم شايفين كده هنعمل شويه مكرونه محمره كده قرديحي، بس والله العظيم بصوا عايزه اقول لكم يا ولاد عسل كده. جوزي بيقول لي ولا الاكل مسكر اللي انت حاطه فيه ايه؟ قلت له يا اخويا ولا حاطه فيه حاجه ولا حاجه، ده عشان انا بس نفسي حلو في الاكل. هنعمل بقى شويه مكرونه محمرين كده، بعملهم كده حلوين قوي والله يا ولاد. بحمر المكرونه واروح مقطعه فيها بصلتين كده مفرماهم ناعم يتحمروا مع المكرونه، وبعد كده اروح ضربه الايه الطماطم في الخلاط معاها فصين 3 توم مع قرنين شطه حمراء، شطه حمراء مش خضراء، الخضراء هتخلي لك الطماطم بهتانه كده مش حلو. وتروحي بقى ايه نازله بعد ما المكرونه تتحمر، تروحي نازله بعصير القوطه ده في الايه في حله المكرونه، بعد كده تكملي بشوربه بقى وتظبطي الملح والتوابل بتاعتك، واول ما تغلي وطي عليها وكلي احلى شويه مكرونه والله بجد. ورحت عامله جنبيها بقى شويه ملوخيه من اللي انا مفرزاها من السنه اللي فاتت، انا لسه ما فرزتش ملوخيه جديده السنه دي، مستنيه بس اللي عندي في الفريزر تخلص، مستنيه اللي عندي في الفريزر تخلص وايه واجيب تاني وافرز. هي شايفين الطريقه عامله ازاي؟ بعد ما بتروحي محمراها بتنزلي بقى ايه بعصير الطماطم كده، بتبقى حلوه قوي. المهم حط لايكات كتير للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس وشيروا الفيديو، كومنتاتكم الحلوه
وبلاش نتريق على حد، وبلاش نعيب على حد، وبلاش نعيب على خلقه ربنا اصلا، لان خلقه ربنا يا جماعه دي ما فيش حد ليه في نفسه حاجه، مش بايدك يعني، مش انا اللي اخترت شكلي او هيئتي او جسمي او الكلام ده. كل واحد يعني مش مخير في الموضوع ده، بس احنا مخيرين في ايه بقى؟ في لساننا، في الكلمه الحلوه، في تفكيرنا، في عقلنا. بحس ان الناس اللي هي بتبص للشكل دي، بتبص للملامح وبتبص للحاجات دي، بحس ان هم ناس فارغه، ناس دماغهم فاضي، ناس جهله من الاخر كده والله بجد. الدنيا علمتني، الواحد عايش في الدنيا من زمان يا ولاد، دي بتاع 45 سنه كده ولا حاجه في الدنيا. لا الدنيا علمتني ان لساني ده ما ينطقش غير الكلمه الحلوه. لو ما عنديش كلمه حلوه ابلع لساني واسكت. هنبلي الناس ليه؟ هنقرف الناس ليه في حياتها؟ والدنيا اصلا مش مستاهله والله بجد. فامسكوا نفسكم كده يا جماعه، وامسكوا لسانكم. كلمه زي كده يعني ممكن تحطك في اسفل السافلين في نار جهنم. واحنا ليه يا ولاد؟ واحنا ليه يعني؟ ممكن كلمه زي كده تضايق اللي قدامك، يفضل يتحاسبن عليكي، يفضل يدعي عليكي. فلا، خلي بالك من نفسك كده، وخلي بالك من كلامك يا اموره. وزي ما الواحد برضو بيتعامل معاكم كده بالحسنى، وما بينطقش معاكم غير كل ما هو طيب والكلام الحلو كله، انتوا كمان اتعاملوا معايا بنفس المنطق يعني، وبنفس المعامله، وبنفس التقدير اللي انا بقدره لكم يعني. مش كده يا ولاد؟ مش كده يعني. المهم والله ما اتضايقتش ولا حاجه، بس انا حبيت ايه اديها درس كده، واودي لغيرها برضو، عشان هم كام واحده كده انتوا عارفينهم طبعا، تلاقوهم عندي لازقين في كل الكومنتات. كام واحده يتعدوا على الصوابع، ما يجوش 5 6 حتى يعني. المحبين الحمد لله اكتر بكتير من المنتقدين. فتلاقيهم لازقين لي في كل كومنت. واحده منهم تعمل لي ازاي؟ انا بكرهك كره. اللي بتقولي انا بكرهك دي يا جماعه ما فيش فيديو بتفوتهولي، وحياه ربنا ما في فيديو بتفوتهولي، نادر قوي لو فوتت لي فيديو. بتلاقيها موجوده عندي على طول، تلاقيها تكتب لي كومنتات على طول. طب منين انت يا خاله ولا يا ست الحاجه بتكرهيني، ومنين انت موجوده معايا على طول؟ يعني انا مثلا في حياتي واحده ما بحبهاش، مش هقول بكرهها، الكوره دي كلمه كبيره قوي يعني، احنا هنكره بعض على ايه؟ ما بحبهاش، ما بتنزليش من زور، يعني مؤذيه، انسانه مؤذيه. فعايزه اقول لكم هي مش في حساباتي اصلا خالص والله العظيم، ولا في دماغي. ساعات تيجي تقول عليا كلام مثلا لناس اصحابنا وبتاع، فييجوا يقولوا لي ده فلانه قالت عليكي كذا، والله العظيم بص ولا في الدماغ في ساعتها كده، بس ايه بنشغل بس في ساعتها، وبعد كده خلاص هي مش في دماغي اصلا، هي مش في حساباتي. فانت لو بتكرهيني زي ما انت بتقولي، انت حطاني في دماغك ليه؟ انت موجوده عندي ليه؟ انت موجوده في القناه عندي ليه؟ اهلا وسهلا بيكي طبعا، لان كومنتاتك السلبيه دي بتفرحني والله، والله بفرح. هتقولي لي ليه؟ لان اي كومنت اصلا بيتكتب في الفيديو بيرفعه، وانا بصراحه بيني وبينكم ببقى بتعب في الفيديو عشان عايزاه يترفع يعني. انا مش معقول مضيعه وقتي ووقت بيتي، وواقفه في عز الولعه بالعبايه السوداء والطرحه السوداء في عز الحر علشان الفيديو ما يترفعش. لا، بفرح بقى من الكومنتات السلبيه دي، عشان كده ولا بعمل بلوك ولا بعمل اي حاجه. خليهم يدونا من حسناتهم. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. هتقولوا لي بتنهاجي ليه؟ هقول لك كنت قاعده عند الفراخ البيضاء، وانا الفراخ البيضاء دي بفضل قاعده معاها بالساعه كده، باجي بقى من عندها بصوا الحساسيه بتشتغل بقى، لان طبعا الطيور عموما بتزود الحساسيه. هتقولي طب بطلي. ما اقدرش يا ولاد، الموضوع ده بيجري في دمي، ما اقدرش. ما اقدرش ابطل والله يا اختي. بصوا بقى الملوخيه دي لها سنه، وربنا دي لها سنه الملوخيه دي. شايفين خضره وحلوه ازاي؟ بعمليها بس بطريقتي كده، وفرزيها بطريقتي وهتدعي لي. بتتفرز ازاي؟ هبقى افرزها معاكم ان شاء الله في الموسم الجديد بقى. الحقوا يا ولاد هاتوا مانجا. امبارح نزلت علشان اشتري مانجا، اتفاجئت ان هي قليله جدا ورفعت سعرها، رفع. فهاتوا الحقوا، هاتوا لكم بقى شويه رمضان. بصوا المكرونه جميله سكر كده، جوزي بيقول لي مسكر قوي. ادي الاكل بتاعنا قرديح، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، الحمد لله يا رب. وزي ما بقول لكم كده، لقيت جوزي داخل عليا، ربنا يبارك فيه يا رب ويخليه ويرزقه يا رب برزق عياله. لقيته داخل عليا بقفص مانجا وقفص اسمه ايه ده، عنب. حطهم بقى في التلاجة كده، والعيال يروحوا ويجوا عليهم. او القفصين دول تقريبا ب400 وحاجه. انا متهيألي القفصين الفاكهه دول احسن عندي من كيلو لحمه. ليه؟ لان الفاكهه حلوه برضو اهو. بصوا شويه مانجا كده ما شاء الله، سكري بس عسل، هي سكري وفعلا اسم على مسمى اهو. بصوا بس برضو لازم يحطوا لك مانجا خضرة كده في الاخر. بصوا اهو. هلم بقى الصفرة دي كلها واحطها في التلاجة، واحط العنب برضو في درج التلاجة، والخضرة دي هسيبها بره كده ايه تستوي بقى مع نفسها كده.
يلا يا ولاد، اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. ايه رايكم في المانجا؟ هتقولي لي طب ما تفرزي من دي، اتنسفت يا ولاد وربنا على ما انا بسجل لكم الفيديو اتاكلت مفيش ولا حبايه. يلا بالهنا والشفا. عايزه اجيب بقى شويه تانيين افرزهم، بس السكري مش للتفريز اصلا، المانجا السكري للاكل بس، لما بتتفرز بتسود. لا عايزه تفرزيها مثلا الزبديه، النعومي، البتاع ده، مبروكه، صديقه، كده الانواع دي بتبقى حلوه في التفريز، لكن السكري لا. يلا سلام عليكم واشوفكم على خير، مع الف سلامه.